مرحب جميعا. هل عايزين تسيبوا الوظيفة اللي انتوا فيها ولكن مش نافع، سواء بقى بسبب مسؤولية، مفيش حاجة لسه جت قدامنا، علينا التزامات، مش هنقدر نسيب الشغل كده ونقعد في البيت، مش هنعرف نعمل ده، او ايا كان السبب؟ اذن هذا الفيديو معمول عشانكم. يعني انضموا الي، انا اسمي ميلودي عبدو، اهلا وسهلا بيكم في هذه القناة. هنا اتحدث عن كل ما يخص رحله البحث عن العمل، يعني من كتابه السي في، تحضير انترفيو، التعامل مع المديرين، والحصول على الترقيات والحاجات دي كلها واللي حواليها كمان. فانضموا الي في هذا الفيديو نقول كم اكشنبل ادفايس كده يتعملوا لو احنا محطوطين في الموقف ده وخلاص مش مستحملين. اول حاجه علينا ان احنا نعملها لو احنا محطوطين في موقف زي ده هو اننا نعالج احساس القرف او شعور الخنقه الرهيب اللي بنبقى عايشينه يوميا بسبب ان احنا لسه قاعدين في الشغل ده وما مشيناش. يجب عليا ان انا اتعامل مع هذا الشعور او اشغل نفسي عنه، بحيث ان انا اولا اعرف اعيش اساسا، يعني يومي يبقى ماشي عادي، مش لازم ابقى بتخانق مع الناس كلها، وكمان عشان يبقى عندي نفس شوية ابتدي اشوف بقى انا ايه، يعني ناويين على ايه، اعملها ازاي دي، ان انا ابتدي ابعد دماغي عن الشغل، اروح بقى اعمل حاجات مختلفه، اكتيفيتيز تانية، اروح اقعد مع ناس بقالي كتير ما شفتهمش فيدسربت البيهيفير او البرمجه اللي انا فيها، بسبب ان انا كل يوم بقالي كتير قوي في هذا الشغل، فكاني متسيستمه على وضع معين. اطلع رحله، انزل اقف في الشارع، اروح الجنينه اقعد على النجيله عادي من غير ما اعمل حاجه، اي حاجه من الحاجات دي. ودونت فول فور ذا لاي بانه عشان اعمل حاجه تبسطني لازم اكون سايبه الشغل الاول، او لازم ان يكون بعمل حاجه بفلوس كتير. دونت فول فور ذا، هيبقى قاعد عمال بيدخل حاجات كتير في بعضها بحيث ان احنا في النهايه نبقى مخنوقين برضو. اوكي، تاني حاجه يجب عليا ان انا اعملها لو انا في موقف زي ده هو اني، انا قلتها في اول واحده بس برضو ايه، نديها حجمها كده، ابتدي اشوف اساسا انا عايزه ايه. يعني خلاص انا مش عايزه الشغل ده، طب انا عايزه ايه بداله؟ هل هي انا عايزه اروح شركه تانية في نفس المنصب، عايزه اترقى، عايزه اغير المجال اصلا، عايزه افتح حاجه بتاعتي، انا عايزه ايه؟ ودي مش سهله. يجب عليا ان انا اقعد وافكر واحده واحده ايه اللي انا محتاجاه او ايه اللي انا عايزاه، او عايزه ابقى انا كمان 10 سنين شكل حياتي ايه، وبالتبعيه ابتدي اعمل بلان عليها. وبعد ما اشوف خلاص انا عايزه ايه في حياتي او ايه اللي انا عايزه اكون بعمله في المرحله القادمه، يجب عليا ان انا اتيلر ادواتي بقى للنقطه دي. ادواتي اللي هي ايه؟ لو انا عايزه اكون برضو موظفه في حته، يجب عليا ان انا ابتدي بقى اظبط السي في بتاعي اللي انا بقالي 10 سنين ما جيتش جنبه اساسا ونسيت بيتكتب ازاي والحاجات دي كلها. ابتدي ان انا اشتغل على الادوات دي واستخدمها، يعني اشوف بنعمل بيها ايه اليومين دول، انا عشان الاقي منها نتيجه محتاجه اكون بعمل بيها ايه بالظبط، وفريكونسي قد ايه، والحاجات دي كلها. اتعلم عن الابليكنت تراكنج سيستمز اللي هي موجوده لو انا عايزه انضم لشركه كبيره او شركه مالتي ناشونال وهقدم على الويب سايت بتاعها، يجب اني اكون عامله حساب الابليكنت تراكنج سيستم. بالمناسبه هنا في الشانل دي جو ثرو ات هتلاقوا بعض الحاجات اللي ممكن تساعد. يعني رابع حاجه يجب عليا ان انا اكون بعملها لو انا محطوطه في هذا الموقف عشان ابتدي اطلع من اللي انا فيه ده، هو اني اريليف المنتل بريشر. ليل نهار طول ما انا في الموقف ده مخي هيفضل بيفهمني ان هو خلاص مش قادر وتعبان واللي انا فيه ده ملوش نهايه وهفضل فيه على طول. ليه كل ده؟ عشان انا لسه ما سبتش المكان اللي انا مش عارفه اسيبه. يعني طبيعي عليا ان انا افهم مخي انه الفول تايم جوب بتاعتي او الوظيفه بتاعتي يوميا على الله ما بقتش ان انا في المكان ده وبعمل فيه الحاجات وبتعامل مع الناس اللي فيه وما الى ذلك. نو، انا الفول تايم جوب بتاعتي بقت ان انا بدور على الجوب التاني، وده بس مجرد حاجه كده بروح اقضي فيها وقت شويه وخلاص. انا عارفه انها مش سهله، وعارفه ان اللي انا بقوله ممكن يكون اللي هو ايه ده، هو ده اللي هيطلعنا من الموضوع. هو ده اللي هيطلعنا من الموضوع لو ابتدينا نعمله وكونسيستنتلي. اي نو ان ممكن نحس ان احنا مفيناش نفس اصلا نعمل حاجه، ولكن صدقوني تنفيذ الحاجات دي بالوقت هنبتدي نشوف نتائج. اكيد هنشوف اي حاجه تدينا مؤشر هل احنا ماشيين كده صح، ولا في حاجه محتاجين نعدلها، ولا نعمل ايه تاني بالظبط وما الى ذلك. I hope ان هذا الفيديو كان ايجابي بشكل ما. Thank you for joining me في هذا الدسكشن. انا اسمي ميلودي عبدو، والقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.